ولا الضالين. النور دلوقتي قطع خلاص، بصوا قطع. اتفرجوا بقى على الإذاعة اللي اشتغلت. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسمه أشعر أقسم بالله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله. مين ده يا جدعان؟ مين الشيخ الحلو ده؟ ايه ده؟ النبرة المنشوية المفضلة عندي، النبرة المنشوية اللي كل الناس بتعشقها، اللي كل الناس اصلا بتدور على المصحف المرتل اللي بالنبرة دي. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ والله العظيم جسمي اشعر. انا الاول مرة اشغل تلاوة واسيبكم تسمعوها للاخر من غير ما اتكلم في النص. الراجل ده ابهرني بصراحة. انا معرفش مين هو، حتى الاخ اللي كان منزل التلاوة دي مش ذاكر اسمه ومش قايل اي بيانات عنه. ايه ده؟ عشان تعرفوا ان انا كلامي صح، اي فيديو بيتحط فيه المايك اللي هو بتاع العزاءات او مايك الجامع، مش كل المايكات الجوامع بتبقى متظبطه طبعا، بيبوظ الصوت تماما. بص الصوت وهو طالع نقي وبيور كده، بص الحلاوه، بص الجمال. مش مش حد يبعت لي الصوت وبص الاقي الصوت بيتعاد 5 6 7 مرات. يا نهار ابيض يا جدعان، اسمعوا لما المايك بينطفي يا جدعان الصوت بيبقى بيور ازاي وبيبقى حلو ازاي.